السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه مع يسرا. الى اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على المربع الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم طريقه التخلص من الام الاسنان في المنزل مؤقت فقط. يعني هادشي ما يعنيش انكم ما تمشيوش للطبيب ديال الاسنان، فقط لتخفيف الالام. كنا كنعرفوا ان غالبا ما كيضرونا الاسنان ديالنا اولا الضرس فقط في الليل اللي كنحسوا بها كثير، ايضا في نهايه الاسبوع. لهذا نشارك معكم وصفه اللي جربتها انا، وصراحه كان فيها الم ديال الاسنان في نهايه الاسبوع او في عطله نهايه الاسبوع. يعني ما كاينش طبيب اسنان. هاد الوصفه كتخضر الاسنان لمده ديال 30 ثانيه اولا. هاد المكون اللي غنشارك معكم كيعطي نتائج رائعه، وهو القرنفل. الاسباب ديال الام الاسنان متعدده ما غنتكلموش عليها. القرنفل جدا جدا رائع لتخفيف الم الاسنان. من بين تجارب عديده اللي جربت باش نخفف الم الاسنان، ولكن هذا هو المكون الوحيد اللي فادني. هو من الأعشاب والتوابل الممتازة المضادة للالتهابات، التهابات اللثة أيضا، أولا إذا كانت عندكم آلام من اللثة ايضا يمكن لكم تستعملوه. هو مضاد للاكسده وكيخضر المكان في 30 ثانيه باذن الله. غتحسوا بواحد الفرق، تحسوا بان الالام ديال الاسنان خف مع الوقت. غتاخذوا واحد البراعم صغيره من القرنفل اولا حبات بهذا الشكل، تاخذوا 3 اولا 4 حبات، تغسلوهم وتوضعوهم في مكان الالم اولا في موضع الالم بالضبط، وتمضغوا. يعني كتمضغوا على الاسنان ديالكم من الجهه اللي فيها الالم، لانه بطبيعه الحال ملي يكون فينا الم في ضرس اولا في سن كيمر لجميع الجهه. يعني الا كانت عندكم سن من الجهه اليمنى فيها الم، فالالم غيكون في الجهه كامله. المهم غتمضغوه لمده ديال 30 ثانيه ان شاء الله، تحسوا ان الالام خفت باذن الله. ايضا يمكن لكم تخليوا القرنفل في الفم ديالكم وكل 20 دقيقة، يعني تغيروا القرنفل لأنه ما غيبقاش يعطي المفعول ديالو. تغيروا الحبة ديال القرنفل. وإذا كان الألم شديد شديد جدا، يعني يمكن لكم تضيفوا الكمية ديال البراعم أو لا كمية حبات ديال القرنفل. أيضا تحذير فقط الأشخاص اللي غيسولوني على زيت القرنفل، هو مختلف تماما على القرنفل. يعني ما كنصحكمش تستعملوا زيت القرنفل، فقط حبات ديال القرنفل. صافي، هذه هي الطريقه. غتمضغوا القرنفل على الجهه اللي فيها الالم، كتمضغوا الحبات جيدا بالاسنان اولا الضرس ديالكم. ان شاء الله تفيدكم هاد الوصفه او لا يفيدكم هاد المكون باذن الله. وشكرا لكم جزيلا على المشاهده. خليوا لي رايكم في التعليقات. ايضا اذا جربتوا اشياء اخرى اللي خفات لكم الام الاسنان، انا شاركت معكم تجربتي، وانتم ايضا خليوا لي رايكم في التعليقات. الاشخاص اللي كيضروهم سنانهم يدخلوا حتى هما الفيديو يقراو التجارب ديالكم ويستافدوا كذلك، وكل شيء يجربوه. وشكرا لكم مرة أخرى، نتلاقى في فيديو آخر إن شاء الله. بسلامة.